يقول لي مأساة فلسطين في عز ما احنا كنا العيال عماله تموت في محمد محمود، والناس عماله تقطع بعض في ليبيا، وتيجي قناه الجزيره عامله لك سلسله قعدت 3 شهور. فلسطين مأساة وطن. يا سلام. والاكراد دول ايه؟ كوميديا؟ ده اللي شافوه يعني الحال الفلسطيني على طبعا صعوبته نعيم بالنسبه للاكراد. الاكراد كان صدام حسين بيضربوا الغاز اباده، وكانوا يدفعوا الناس هنا والناس هنا عشان يقتلوا في بعض. ولما هديوا دلوقتي عملوا لهم داعش. وكشفت نفسها تركيا امبارح لما قال كده صراحة الاردوغان: انا مش هوافق على وجود تجمع كردي في شمال سوريا على شاكلة التجمع الكردستان العراق. ايوه كده يا راجل، قول من الاول. قول بقى ان انت عندك ديار بكر فيها اغلبيه كرديه، وان هي الحكايه اللي تقول لي بقى لا اسلام ولا مش عارف ايه ولا خليفه المسلمين، انت هتبكش. هي كلها سياسه. انت مش عايز دول يطالبوا بالانفصال لان سله الفواكه معموله في المنطقه دي. فلما يبقى في كردستان العراق، ما كردستان حاجه واحده طول التاريخ، وايران واخده حته والعراق واخده حته وسوريا حته صغيره وتركيا حته كبيره. بس تركيا دي حاجه حديثه، حدود سياسيه، وسوريا حاجه حديثه، حدود سياسيه، والعراق كلها حاجات اتعملت بعد حركه الاستعمار. بس الناس دي ليهم وطن، ودي بلادهم، وليهم لغه. عشان كده القصيده الجميله لمحمود درويش: يتذكر الكردي حين ازوره غده. يعني يفتكر اللي هيحصل فيه. انما لو قسنا بمقاييس الهيومن رايتس، هي مش الكيان العدو الفظيع الشنيع الاسرائيلي الفاجر الكافر اللي مش مدي للفلسطينيين حق مواطنه وبيدخلهم في الكنيست واسمهم عرب 48، ما كانش اسمهم عرب، وما تدخلش في لغتهم. طيب العرب والفرس والاتراك عملوا كده مع الكرد؟ ما عملوش كده. دي المأساة الكردية أضعاف مضاعفة. إنما العرب المسلمين حتى بعد قيام دولة إسرائيل عانوا زي دول؟ لا، ده لغتهم موجودة. دول طلعوا لنا أهم شاعر معاصر وحواليه شعراء تانيين. التانيين مش عارفين يتكلموا لغتهم ولا يتعلموها. يبقى مأساة مين اللي أشد؟ بس احنا بنكذب. وده السبب في حرص الحكومات على تسطيح عقول البشر في بلادنا. بس يعني ليه؟ لأنه عارف إنه الواد ده لو فتح عينيه والبت دي لو إنه هيكتشف إن العملية كلها لعبة كذب.